ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. اليوتيوبر المغربي المشهور أيوب بنسنس غادي يحك على الجرح وغادي يذكر المغاربة أننا حنا شعب ما محررش الأراضي ديالو 100%. هما الثلاثة غادي ندخل المرام. الأولى فيها مقبرة، الثانية عامرة فيها شي 300 جندي إسباني، والثالثة فيها عوة. كلنا عارفين أن الاحتلال الإسباني مازال مستمر في الأراضي المغربية. الموضوع منسي تماما وعايشين في حال ما واقع حتى شي حاجة. إخواني المغاربة، خاصكم تعرفوا أن ما يقارب 21 جزيرة مغربية تحت السيطرة الإسبانية. علاش ساكتين وعلاش حتى شي واحد ما كيهضر على هذا الموضوع؟ علاش ما كاين حتى شي تحركات ومطالبة الاحتلال الإسباني بهذه الأراضي؟ هذا الموضوع كنظن أنه أي مغربي كيف ما بغيتي تكون خاصك تكون عارف هادشي، وخاصك تكون على درايه بان الاراضي المغربيه راه مازال محتله من طرف الاحتلال الاسباني. حقيقه خص كلشي يعرفها، كبير وصغير. كنتمنى اكبر عدد ديال اللايكات لهذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن ديال الناس. الا كنتي اول مره كتفرج فيا فمرحبا بك معنا. كندير مواضيع، قصص، غرائب واقع في العالم واي حاجه غريبه كنهضروا عليها في هاد لاشين. الا كان كيعجبك هذا النوع من المحتوى فانت في المكان المناسب. مرحبا بك معنا. ندخلوا في تفاصيل الموضوع على بركه الله. اسبانيا الى حد هاد اللحظه اللي كندير فيها هاد الفيديو محتله 21 جزيره مغربيه، وزيد عليهم جوج ديال المدن اللي هما سبته ومليليه، الجزر اللي متفرقه ما بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. ولكن اغلب المغاربه ما مهتمينش بهذا الموضوع وما مسوقينش ليه نهائيا، وكاين كاع اللي ما عارفش ان هاد الشيء راه بصح واقع. ونفس هاد المغاربه مهتمين اكثر بتحرير فلسطين على تحرير الاراضي اللي هي ديالهم. ما غاديش نجي نقول لك انني ضد تحرير الاراضي الفلسطينيه، حتى انا مع هاد القضيه وحتى انا كنساند دوك الناس، ولكن في نفس الوقت حتى حنا المغاربه عندنا قضايا داخليه وخصنا نهضروا عليها وما نساوهاش. لائحه الاراضي المغربيه اللي محتلها اسبانيا حاليا، مدينه مليليه المحتله اللي كاينه في اقليم الناظور وكتطل على البحر الابيض المتوسط. اسبانيا محتلها منذ سنه 1497 وكاينه فيها حاليا قاعده عسكريه اسبانيه كبيره. مدينه سبته اللي كاينه في نواحي طنجه وتطوان اللي حتى هي كذلك كتطل على البحر الابيض المتوسط، تعرضت للاحتلال البرتغالي في سنه 1415 ومن بعد غادي ياخذوها الاسبان في سنه 1668. كذلك دايره فيها اسبانيا قواعد عسكريه. جزر اشفارن ولا اللي كيسميوها الاسبان إسلاس شافاريناس. اسبانيا محتله هاد الجزر من سنه 1848 والعدد ديالهم 3 جزر كاينين على بعد 3300 متر من سواحل مدينه الناظور اللي حتى هما كاين فيهم الجيش الاسباني. المساحه ديال هاد 3 الجزر كتقدر حوالي 52 هكتار. وكاين كذلك جزر الحسيمه، جزر اللي كتواجد اقرب وحده فيهم على بعد 300 متر من اقليم الحسيمه، ومجموع مساحه هاد الجزر هو 4 هكتار ونص. وكانوا السعديين عطاوهم الاسبانيه في سنه 1559 مقابل المساعده ضد الغزو العثماني. اسبانيا احتلت هاد الجزر عسكريا منذ سنه 1673 وحاليا هاد الجزر كاين فيهم كذلك الجيش الاسباني. وكذلك كاينه جزيره باديس الغنيه عن التعريف اللي بزاف ديال المغاربه كيعرفوها، اللي كتواجد قريبه بزاف من سواحل مدينه الحسيمه. وهاد الجزيره كيربطها واحد الممر رملي مع سواحل مدينه الحسيمه، والاسبان كيسميوها بينيون دي فيليس دي لا غوميرا. واسبانيا محتله هاد الجزيره منذ سنه 1564. وكاينه كذلك جزيره طوره اللي بزاف ديال المغاربه كيعرفوها بجزيره ليلى اللي راجعه للاسم الاسباني لا إيسلا، ولكن الاسبان كيسميوها بيريهيل. Aquí tenemos la isla Perejil. Esto de aquí es Marruecos. وهاد الجزيرة كتواجد على بعد 200 متر من سواحل إقليم طنجة تطوان. المساحة ديال هاد الجزيرة 15 هكتار والوضع ديالها مازال ما واضحش، حيث أن إسبانيا ما محتلاش رسميا هاد الجزيرة، ولكن كتمنع المغرب أنه يطبق السيطرة ديالو على هاد الجزيرة. بحال اللي وقع في سنة 2002 البحرية الإسبانية كانت هجمات على بعض الجنود المغاربة اللي كانوا نزلوا في ديك الجزيرة واعتقلتهم. من بعد غادي ترجعهم للمغرب عبر باب سبتة. نجيبوا الذرة وغنمشيو للمحيط الأطلسي وبالضبط الجزر الكناري.
اللي كتفرق في حوالي 13 جزيرة. مجموع مساحة هاد الجزر 7493 كيلومتر مربع، وهاد الجزر اللي كانوا ساكنين فيها قبائل بربرية رومانية. لينا نقوش بربرية بالحرف الليبي في هاد الجزر حاليا. والاحتلال الإسباني لهاد الجزر بدا تدريجيا منذ سنة 1405، ودابا 8 من جزر الكناري فيهم السكان و5 خاويين. خلاصة القول باش ما نطولوش الفيديو اكثر من هكا، اسبانيا محتلة مدينة مليليا منذ سنة 1497، محتلة مدينة سبتة منذ سنة 1668، محتلة جزر إشفارا منذ سنة 1848، وجزر الحسيمة منذ سنة 1673، وجزيرة باديس منذ سنة 1564. وحاليا النزاع قائم ما بين المغرب وإسبانيا على جزيرة طورة اللي كتواجد بالضبط قرب سواحل إقليم طنجة تطوان. وإسبانيا محتلة جزر الكناري منذ سنة 1405. السؤال المطروح هو علاش المغاربة سمحوا في هذه الأراضي ونساوها نهائيا؟ علاش المغاربة مهووسين بتحرير فلسطين ولكن ما كاينش نفس الهوس في تحرير الأراضي ديالهم؟ علاش المغاربة ما يديروش واحد التحرك من أجل تحرير 21 جزيرة مغربية تحت الاحتلال الإسباني؟ علاش الحكومة المغربية ما ديرش شي تحركات وتطالب الاحتلال الإسباني بإرجاع هذه الأراضي لأصحابها؟ واش الصحراء المغربية أهم من 21 جزيرة وأهم كذلك من سبتة ومليليا؟ هادو هما الأسئلة اللي خصنا نطرحوهم على روسنا كمغاربة. شنو الفرق ما بين الصحراء المغربية والجزر المغربية المحتلة من طرف إسبانيا؟ مع الأسف هذه أزمة العقل المغربي، ومع الأسف ما كاينش اللي كيهضر في هذا الموضوع ومتعايشين معاه في حل مواقع. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كنتمنى الاراء ديالكم بشده في لي كومونتير، باغي نعرف الراي المغربي شنو كيقول في هذا الشيء. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين، جايين بزاف ديال المواضيع اللي مثيره للاهتمام واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. كان معكم سفيان بيطا ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.